بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في قول من أقوال قداسة البابا شنودة الله نفسه يقول كده: أتحب نفسك حسنا تفعل، قومها أدبها لترجع كصورة الله ومثاله، واحترس لئلا تحبها محبة خاطئة فتدللها وتفسدها. كلام حلو قوي. الحقيقة مفيش إنسان بيكره نفسه، عشان كده ربنا وصانا قال تحب قريبك كنفسك. يعني هو عارف إن أنا عندي حب غريزي لنفسي، بخاف على نفسي، بخاف على نفسي من العيا، بخاف على نفسي من الألم، بخاف على نفسي. بس في حاجة أحلى، إن الإنسان يخاف على نفسه من هلاكها، لأن كده كده كل اللي بنخاف على نفسنا منه هيجي علينا وقت ونسيبه. لكن إيه اللي هيتبقى؟ إن إحنا بنخاف على خلاص نفوسنا. فبيقول طيب لو انت بتخاف على نفسك ودي حاجة كويسة، نعمل معاها ايه؟ اول حاجة تعملها أدبها. يعني ايه أدبها؟ تمسك لها لجام، لان اوقات نفسي بتبقى جامحة، بتبقى عضاضة، بتبقى ماسكة في العالم، بتجرح في الناس، ذاتها بتبقى عالية، فانا محتاج ليها لجام ومحتاج ليها كرباج. يبقى أول حاجة أدبها. تأدبها بقى بالوصية، تأدبها بالجهاد، تأدبها بالمشورة، بس أنت لازم تأدبها عشان ترجع لصورة الله ومثاله. نمرة 2، احترس أن تحبها محبة خاطئة. ما في واحد بقى بيدلع نفسه، في واحد عامل زي الغني الغبي، عاوز يعيش تعظم المعيشة وعاوز يعيش الغنى اللي على الأرض، فيقول لها كل يا نفسي واشبعي، عندك ملذات وعندك أطياب كتيرة قوي، يلا بقى تهني. فجاله صوت من السماء بيقول له يا غبي، اليوم تطلب منك نفسك، عملت علشانها ايه؟ علشان كده المسيح يقول في حتة تانية: اللي بيحب نفسه يهلكها. يعني ايه يهلكها؟ يعني يميتها عن محبة العالم فتقدر تحب ربنا. يبقى احنا مش عاوزينك تكره نفسك، احنا عاوزينك تحب نفسك صح، مش تديها اللي هي عايزاه، تديها اللي هي محتاجاه من اجل خلاصها. اديها صلاة وعلمها ازاي تقف قدام ربنا، اجبرها على انها تحب المسيح، واجبرها انها تتأمل في وصاياه، مش تريحها في اللي هي عايزاه. اعتقد الرسالة وصلت لكم. اقول لكم ايه؟ صباح الخير.